لازم تاكل علشان تخس. ايوه زي ما انت سمعت كده، معظم الناس بيقللوا الاكل بتاعهم جدا لدرجه ان هو بيوصل في اليوم كله زبدية وتفاحيه، وفي ناس بشوفها بتاكل حته فرخه وشويه شوربه وعلى كده تقضي اليوم كله. عايز اقول لك ان انت بالطريقه ديت مش بتخس، انت بالطريقه دي بتدمر نفسك حرفيا. وللاسف هتخس اول اسبوع او تاني اسبوع وبعد كده جسمك هيثبت، فهتحتاج انك تاكل علشان تخس. الكلام ده ليك وللكلاينتس بتوعي، الناس اللي بديهم اكل كتير، ممكن 4 وجبات والاقيه واكل 3 وجبات او وجبتين فقط، ويجي في اخر الاسبوع يقول لي كابتن انا وزني ثابت. عشان انت قللت الاكل بتاعك، جسمك دلوقتي بدا يعمل ادابتيشن وكمان يستشعر الجوع بتاعك، فبدا ان هو يهولد الفاتس او يهولد الدهون اللي في جسمك علشان ما تخسش اكتر من اللازم. ما هو ما يعرفش انت قاعد في البيت ولا قاعد في الصحراء ولا قاعد في مجاعه. انت لازم تغذي جسمك وتاكل كويس وتعمل نقص سعرات حراريه بحوالي 200 ل 300 سعر حراري اقل من احتياج جسمك علشان تخس وتفضل تخس طول ما انت عامل نقص سعرات. لكن لو فضلت عامل نقص سعرات 500 كالوريز و1000 كالوريز على مدار اسبوع او اسبوعين، جسمك هيبدا يحتفظ بالدهون ومش هتخس. ده غير بقى العناصر الغذائيه زي الفيتامين والمينرالز اللي جسمك ما بيخشهاش، فبتلاقي مثلا تساقط الشعر واظافر وجلدك والبهتان والترهلات. تاني حاجه مهمه جدا، انت كده بتخسر عضل لما انت بتكون عامل عجز سعرات حراريه كبير جدا، وخساره العضل معناه ان دلوقتي الار ام ار باي باي. فعلشان كده لازم ان انت تكون عامل عجز سعرات حراريه بنسبه معقوله وتاكل من 3 ل 4 وجبات عادي وهتخس. فلو انت كلاينت معايا يبقى لازم تلتزم بالبلان بتاعتي بالظبط وبالحرف، وما تقللش اكتر من الاكل اللي انا حاططه لك علشان احنا عاملين خطه على اللونج تيرم. ولو انت مش مشترك معايا فبديك النصيحه ديت وبقول لك ان انت لازم تعمل عجز سعرات حراريه مش قليل قوي.